السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، سعيدة بلقائكم كيف العادة في فيديو جديد ووصفة جديدة. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ عتيقة. كيف العادة كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال وصحة جيدة يا رب ان شاء الله. اليوم غادي نقترح عليكم طورطة اللي كتجي رائعة جدا بالكراميل وبالشوكولا. كتجي كريمية بدون كريمة، ولكن كتجي واحد الحلوة اولا طورطة اللي فعلا كتستحق انكم تجربوها، كتجي بنينة بزاف. بسم الله على بركة الله. نبداو استعراض المقادير والطريقة في نفس الوقت. اول حاجة غنبداو بالجينواز اللي ممكن تعتمدوها في بزاف ديال الحلويات. ان شاء الله ملي غادي طيب غتشوفوا كيفاش كتجي رائعه جدا وكتجي خفيفه وناجحه. كنزيد على هاد الحبه ديال البيض، رشيشه ديال الملحه، نصف كاس ديال السكر، نصف كاس ديال الزيت. وغادي نخلط هاد المكونات بالطراب اليدوي، يعني ما نستعملوش حتى الطراب الكهربائي، فقط الطراب اليدوي. وان شاء الله غادي تعجبكم النتيجه لانها كتجي جينواز رائعه جدا وكتجي خفيفه. غنخلط مزيان هاد المكونات حتى كنحصلوا على خليط اللي كيكون منسجم وكيكون سكر داب، يعني الخليط غادي يولي فاتح شي شويه. كيف ما تيبان لكم هذا هو الخليط من بعد ما ضربته مزيان. غادي نضيف عليه نصف كاس ديال الحليب. من بعد ما ضفنا الحليب غادي نخلطو مرة أخرى. كيف ما تيبان لكم راها ساهلة وكتجي صراحة خفيفة. في آخر مرحلة غادي نضيف النواشف، غادي نغربلهم. عندي هنايا كاس لاروب ديال الدقيق الأبيض وغادي نعمل معاه، ولا غادي نضيف عليه جوج ديال الساشيات ديال الكاكاو اللي كيعطينا المذاق واللون في نفس الوقت. جوج ساشيات يعني ما يعادل جوج المعالق كبار. وغادي نزيد كذلك ساشي واحد ديال الخميرة الكيماوية ما يعادل 8 غرام. غادي نغربل هاد النواشف. ضروري انكم تغربلوهم لان كيكونوا فيه بعض التكتلات ولا كيكون بحال هكا الكاكاو مكور كيف ما تيبان لكم. من الاحسن انكم تغربلوه. وغادي نخلطوا هاد المكونات بالطراب اليدوي مزيان حتى كنحصلوا على خليط اللي كيكون منسجم، يعني ما كيبقاش يبان لينا فيه دوك التكتلات ديال الدقيق. صافي ها هو الخليط ديالنا ديال الجينواز واجد. كيكون الخليط ما ثقيل ما خفيف بزاف، يعني ما كيكون بين وبين. المهم المقادير مضبوطه، يعني ما غادي يطلع لكم بحال هكا كيف ما تيبان لكم. ما كيكونش ثقيل وما كيكونش خفيف بزاف، بين وبين. وجدت هنا واحد المول اللي غلفته بالورق ديال الطبخ. ممكن انكم دهنوه غير بالزبده وترشوه بالدقيق على حسب اللي بغيتو. وغادي ندخلو نفرغوا فيه الخليط ديال كيكون ندخلو الفرن اللي كيكون شاعل على 180 درجه، الحراره غير من الاسفل حتى كيبدا يطلع لينا الكيك ويبان لينا بدا كيطيب. صافي كنشعلوا ليه الفوق، راه دغيا كيطيب ما كياخذش الوقت. هذا هو الشكل ديال الكيك من بعد ما تنخرجوه من الفرن. كيجي واحد الكيك اللي رائع جدا. صدقوني غادي يعجبكم بزاف. وممكن كيف ما قلت لكم تعتمدوه في بزاف ديال الطورطات. بالنسبه للكريمه غنحتاج 4 ديال الكؤوس ديال الحليب، عبرتهم بهذا القياس هذا ديال العنبه، يعني نص لتر. كنزيدو فوق من نص لتر كاس واحد اخر ديال الحليب. عندي هنايا عندي كذلك معلقه صغيره ديال السكر وجوج المعالق ونص، يعني المعلقه الثالثه ما كتكونش عامره، ديال النشا. جوج ديال العلب ديال الجبن طري. كميه ديال الشكلاط اللي كتبقى اختياريه يعني على حسب الرغبه ديالكم. عندي جوج ديال الاكياس ديال الفلان، واحد كبير كيكون بالسكر وواحد صغير اللي كيكون بلا سكر. علاش استعملت واحد بالسكر وواحد بلا سكر؟ لان الكميه ديال الحليب يعني ما غتكفي. يعني الا درنا جوج ديال الساشيات ديال الفلون اللي كيكون بالسكر غتجينا حلوه بزاف. داكشي علاش عملت واحد مسوس اللي ما فيهش السكر والاخر فيه السكر. كنضيف على الحليب الفلون الصغير وكذلك الكبير معلقه صغيره ديال السكر، وكنضيف جوج المعالق ونص ديال النشا. يعني جوج المعالق كيكونوا عامرين، المعلقه الثالثه ما كتكونش عامره بزاف. غادي نخلط هاد المكونات خارج النار او على البارد، ومن بعد غنردهم فوق النار حتى كيتقى لينا الخليط. هذا هو القوام ديالو. من بعد ملي كنحيدوه فوق النار كنضيفوا عليه كميه ديال الشكلاط اللي كتكون الكميه على حسب الرغبه ديالكم، يعني غير شويه ديال الشكلاط وصافي، واحد 50 غرام تقريبا. وغادي نضيف جوج ديال العلب ديال الجبن الطري اولا جبن كريمي. هاد كتختاروا النوع اللي نتوما كتفضلوا. بالنسبه للشكلاط انا استعملت الشوكولاته اللي كتكون نوعيه جيده باش تعطينا مذاق اللي كيكون زوين في الكريمه. من بعد غادي نخلط هاد المكونات مزيان. هذاك الجبن والشكلاط راه اللون ديال الكريمه غيتغير شويه لان الشكلاط كشاش لكم هاد الطورطه راه فيها الكراميل والشكلاط في نفس الوقت. صدقوني كتجي هاد الكريمه بنينه بنينه، يعني بدون كريمه ولكن صراحه كتجي كريميه ولذيذه. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. من بعد كنفرغ هاد الخليط ديال الكريمه فوق من الجينواز مباشرة. بعد ما كنفرغوا الخليط ديال الكريمة غادي ندخلوها للثلاجة حتى كتبرد تماما.
بالنسبة للغاناش ولا الطبقة الأخيرة، عندي هنايا 60 غرام ديال الشوكولاتة اللي تكون نوعية جيدة باش كتعطينا مذاق اللي كيكون زوين. كنضيف عليها 60 غرام ديال الكريمة اللي كتكون سخونة باش هكا كيدوب ليا هداك الشكلاط، وغنخلط مزيان هاد الشكلاط حتى كينسجم كيدوب، راه دغيا كيدوب. من بعد ما كيدوب ليا الشكلاط كيجي الكاناش ديالي على هاد الشكل هذا، كتجي لامعة وليدة بزاف، وممكن انكم تستعملوها في بزاف ديال الوصفات. غادي نضيف لها 2 المعالق كبار ديال اللوز كونكاسي محمر، كيبقى اختياري ولكن تيعطي واحد المذاق زوين، وكذلك تيعطي واحد الشكل زوين لهاد الطارطة ديالنا. هاد الكاناش ديال الفيريرو يعني كتشبه الشكل ديال الفيريرو روشي. غادي نخلطها مزيان وغادي نعملها كطبقة أخيرة باش نزينو بها التورتة ديالنا. من بعد ما كتجمد ليا الطبقة ديال الكريمة، غادي نعمل فوق منها الكاناش اللي ديجا صيبناه، غادي نوزعوه بطريقة اللي كتكون متساوية. وهذا الكاناش كيبقى اختياري، الا ما كانش متوفر عندكم الشوكولاط راه ممكن انكم تزينوها غير بالكراميل او لا بدانيت شوكولا تخلطوه مع 8 ديال القطع ديال الشوكولاط العادي، يعني حسب الرغبة ديالكم وعلى حسب اللي متوفر عندكم. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما كتبرد. زينتها بالفيغميسال من الجوانب وكذلك خطوط ديال الشوكولاته من الفوق. غادي نقطع لكم كيف العاده واحد الجزء باش تشوفوا كيفاش كتجي واحد الطبقه ديال الكريمه اللي كتجي كريميه جينواز، كتجي خفيفه. صراحه طورطه رائعه جدا، وممكن انكم ديروها في مول صغر من هذا راه فيه 24 سنتيم، الا درتوها في مول صغر منه راه تجيكم عاليه اكثر. وفي نهاية الفيديو ما ننساش نذكركم اللي أول مرة كتزور القناة ما ينساش يشترك في القناة وكذلك يفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. لايك الفيديو يعجبكم، إلا عندكم أي سؤال خليوه لي في التعليق إن شاء الله غادي نجاوبكم. كنتمنى لكم تمام الصحة والعافية، ونتلاقاو بإذن الله في الفيديو القادم. إلى اللقاء.